كل حاجة جاهزة، النقط اللي هنتكلم فيها الشاي. هاتوا الشاي بتاعكم يا جماعة واسمعوني هتتبسطوا قوي. ايه رأيكم في المج؟ شكله حلو قوي. خلينا نحطه هنا بقى. هاي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده من جلوينج اب. انا حبيبه ندى. خلينا نبدا الحلقه دي بسؤال مهم قوي، اللي هو كام مره وافقت على طلب مش عايز تعمله بس عشان ما تزعلش اللي قدام؟ كام مره رحت مشوار او عملت حاجه وانت من جواك متضايق بس عشان تحافظ على صورتك قدام الناس، والنتيجه بتكون ايه؟ بترجع تلوم نفسك وتقول ليه وافقت وانا مش عايز، انا مش فاضي، انا ليه عملت كده، ضغطت نفسي. فالنهارده هنتكلم عن ليه بنسعى دايما نرضي الناس، ايه اضرار ده علينا، والاهم ازاي نتعلم نقول لا من غير ذنب، من غير احساس ده، نفرق بين احترام النفس والانانيه. وكمان هنتكلم عن حدود الاسلوب والهزار. فالموضوع ده مهم لانه بجد بيفرق وبيأثر على حياتنا قوي. اول حاجه خلينا نقول ليه بنسعى دايما نرضي الناس. الموضوع ده ليه اسباب كتير قوي انه ليه بنسعى نرضي الناس. اول حاجه هي الخوف من الرفض، او ان احنا نفرض الشخص اللي قدامنا ده يقطع علاقته بينا لما نقول له لا. فدايما في دماغنا فكره ان انا لو قلت لا الناس هتزعل، الناس مش هيحبوني كده يعني. تاني حاجه التربيه. احنا اتربينا في مجتمع انه ما تقولش لا، عيب تقول لا، غلط تقول لا، ما تكسرش بخاطر حد، لازم تكون مؤدب. اتربينا في مجتمع دي فكرته عن الادب، فاللي يقول دايما حلو واللي يقول لا دايما وحش. فبقينا فاكرين ان المؤدب اللي يقول دايما على كل حاجه حتى لو على حساب نفسه. ثالث حاجه بقى وهي قله الثقه في النفس. لما ما يبقاش عندي ثقه في نفسي دايما بفكر ان قيمتي في عيون الناس، قيمتي في الناس شايفيني ازاي، الناس حباني قد ايه وقد ايه انا راضيهم. رابع سبب الصوره المثاليه اللي احنا دايما عايزيننا نبقى مرسومين بيها كده قدام الناس، وحب المثاليه ده. عايزين ناس يشوفونا مثاليين، يعني مثلا اللي هو حبيبه عمرها ما رفضت لي طلب. الحقيقه بجد ان الصوره دي متعبه قوي، بالذات انك دايما تسعى لانك ترضي غيرك وعلى حساب نفسك. وعلشان اوضح النقطه دي خلينا ناخد مثلا مثال، ان مثلا واحده صاحبتك كل شويه تقول لك تعالي معايا مشوار وانتي عندك مذاكره، تعبانه مثلا. كل مره تقولي كل مره تقولي عشان ما تزعلش بقى. فمين اللي بيخسر؟ انتي اكيد اللي هتخسري في الموضوع ده، وقتك بيروح ومجهودك، وهي كمان هتفتكر انك دايما متاحه وتقدري تسيبي اللي في ايدك دايما وتروحي معاها، فانتي خسرانه. تاني حاجه بقى عايزين نتكلم فيها اللي هو ايه نتائج سعي لرضا الناس ده. اول حاجه وهو بيسبب تعب نفسي فظيع وضغط، انك دايما مسؤول عن اسعاد غيرك، لازم كله يبقى فرحان. ليه ده مش فرحان؟ ليه ده ما تعملوش الطلب اللي هو عايزه كده؟ كل مره بتقول على حاجه مش عايزها بتحس بتقل وضغط كده. تاني حاجه بقى الاستغلال. في ناس حواليك لما تلاقيك مش بترفض طلب ودايما بتقول هيعتبروا ده عاده، ياخدوا موافقتك دي كتحصيل حاصل. هو كده كده هيقول خلينا بس نعرفه كده، مفيش اللي هو نساله يمكن هو مش فاضي، يمكن عنده اولويه تانية. لا، هو بجد بيبقى بحق مكتسب ان دايما لازم طلبك يبقى مجاب، مفيش لا في الاعتبارات عندهم. تالت حاجه فقدان شخصيتك بقى. شخصيتنا راحت فين لما كل حاجه لا. في حاجات تستاهل ان احنا نوافق ماشي ومفيش مشكله، بس في حاجات تانية كتير لا، واكيد مش كل الطلبات اللي بتطلب منك مناسبه. رابع حاجه وهي هتهمل اولوياتك مع الوقت، بتضيع وقتك ومجهود كان ممكن يروح لمذاكرتك، لشغلك، لراحتك، او حتى عبادتك، اي حاجه عمال تضيعهم كده. تالت حاجه عايزه اتكلم فيها وهي ان ليه لا اكرم لك من وانت مش عايزها. ليه لما توافق على حاجه وانت مش عايزها من جواك بتعملها بعد كده اي كلام عشان تخلص، او حتى لو عملتها وحاولت تخلص فيها يعني بيبقى من جواك في جزء مش راضي مش مبسوط. الشعور ده لازم والله بيتنقل للي قدامك، ان انت جاي حاسس ان في حاجه من جواك كده مش راضي عنها، واللي قدامك بيحس ان انت مش مخلص ساعتها، وانه مش غالي عندك وانت بتتعامل معاه ببرود. فده اكيد هيضايقه اكتر بكتير من انك تقول انك مش هقدر مثلا اعمل الحاجه دي باسلوب كويس وخلاص. رفض الحاجه باسلوب محترم اكرم مليون مره واحلى مليون مره من الموافقه تحصيل حاصل. رابع حاجه بقى وهي خطوات عمليه عشان نعرف نقول لا وقت ما احنا عايزين ونبطل نضغط نفسنا نرضي الناس. اول حاجه وهي انك تغير فكرتك عن نفسك، وان قيمتك مش مرتبطه برضا الناس، قيمتك انت عارفها من غير كل ده، وده كله بيعتمد على ثقتك في نفسك. تاني حاجه ودي مهمه قوي قوي بجد، مهمه جدا، انك تاخد وقتك في التفكير قبل ما ترد. ما تتعودش انك اوتوماتيك كده انا عايز كذا حاضر، عايز كذا ماشي. في حاجه اسمها لحظه هفكر وارد عليك، طيب هشوف واقول لك لو في خروجه، طيب ممكن تسيبي لي وقت كده، معاك مكالمه وحد طلب منك حاجه، طيب هقفل وارد عليك كمان شويه. بلاش نعود نفسنا نرد باندفاعيه حاضر ونرجع بقى نندم
وان ده انه انا ليه عملت في نفسي كده، ليه ضغطت نفسي في الحته دي. دايما شوف ظروفك الاول، لما تفكر وتقول او لا وانت مرتاح، لما تقول هتكون ملتزم بيها، مش هتغير كلامك، مش هيبان انك بتخلف وعودك مع الناس. لما تقول لا هتكون مقتنع ان ده صح، ومش هتحس بالذنب اللي هو انا ليه قلت له لا، مش يمكن كان ينفع، مش يمكن مش عارفه ايه، لان انت دارس الموضوع كويس، مفكر كويس، مش هتحس بالذنب ولا تأنيب الضمير. فلو وافقت بسرعه بقى عشان مجامله بعدها قلت لا، هتظهر قدام الناس شخص بيخلف وعوده ووحش. الافضل من الاول قرار كده يبقى واضح مريح ليك وللي قدامك. تالت حاجه بقى يا جماعه في الخطوات دي، انك تقول لا بأدب وباسلوب حلو، مش باندفاعيه واسلوب مش كويس. ده بقى اللي بيفرق. اسلوب الرفض، اسلوب الرفض ده مهم جدا. كونك تقول لا باسلوب وحش ده بقى اللي هيكره الناس فيك ويشوفوك وحش. انك تقول لا بأدب دي اهم حاجه. ممكن بدل ما تقول لا انا مش عامل كده مش عارفه ايه، لا تقول مثلا سوري مش هقدر، مثلا مش عندي وقت، كان نفسي اساعدك بجد، او كان نفسي اساعدك بجد بس مش هقدر اعمل كذا. فاهمين؟ الاسلوب ده يخلي اللي قدامك يحترمك قوي. رابع حاجه في الخطوات دي، وهي انك تعرف اولوياتك قبل ما توافق. تسال نفسك هو القرار اللي انا هعمله ده هيضرني في حاجه؟ هل هيأثر عليا من اي ناحيه؟ حتى لو هيضغطك في وقتك ابسط تأثير عليك يبقى ما تعملش ده. وتشوف برضو لو هو هيفيدك ده شيء كويس جدا لو هو هيفيدك طبعا. وفي فرق كبير بين الانانيه وبين انك بتحترم نفسك. الانانيه انت بس بتفكر في نفسك، مش فارق معاك غيرك ولا مساعدة غيرك، هو كده كده لا، حتى لو ينفع هو لا. واحترام نفسك ترفض الحاجه اللي مش مناسبه بس، انما لو في امكانيه طبعا للمساعده. المساعده اصلا والعطاء للناس ده بيحسس الانسان من جوه ان هو كويس، دي حاجه حلوه، بس مش على حساب نفسه. المجامله دي انت مش مضحي، مش تضحيه خالص، انت بتظلم نفسك وبتظلم غيرك، لانك بتعمل الحاجه من ورا قلبك كده، مش حاببها كده، من غير اخلاص كده. النقطه اللي بعد كده انك تحترم وقتك ومجهودك. ازاي بقى يعني؟ لو وقتك كله رايح على طلبات الناس، يعني انت مثلا ده طالب حاجه وده طالب حاجه وده طالب حاجه، ده عايز يجي مشوار، في ناس كده تلاقيهم طول النهار انا رايحه مع كذا مشوار، ورايا كذا مع صاحبتي كذا، ورايحه ايه ده، طب وانت فين يعني؟ وتلاقيهم على طول كده، مش طلبات معينه وخلصت، لا. فانت لو وقتك كله رايح على طلبات غيرك، انت عمرك ما هتلاقي وقت لنفسك ولا لهدفك. فقول لا. كون انت بتقول لا بتحترم وقتك ومجهودك. لو فضلت تقول بقى يمكن ينفع او ماشي عشان ما يزعلش، هتكون متاح، دايما متاح حتى وانت مش فاضي. ده بيخليك دايما مستنزف كده. بفكر مع نفسك هو لو الدور اتعكس وانا اللي طلبت الحاجه واللي قدامي قال لا باسلوب محترم، هل انا هكرهه او هبطل احترمه؟ لا طبعا، اكيد لا، ده مش هيحصل. فكذلك اللي بيحصل معاك، لو الشخص اللي قدامك ده بيفهم وبيعرف يحترم حدود غيره، خلاص اللي هو كل هيجي في دماغه خلاص هو مش وافق، مش مناسباه، خلاص مفيش بقى الافكار التانية دي ابدا. على حسب الشخص اللي قدامك هتعرف يعني تتعامل ازاي. يعني مثلا حد عايزك معاه في مشوار في يوم معين وانت مش فاضي اليوم ده، لو حد مش قريب منك هتقول له مثلا والله كان نفسي اساعدك بس مش هقدر معلش مش فاضي. حد تاني قريب منك وعزيز عليك بقى وانت حابب توافق على طلبه قوي بس هيجي عليك، طبعا مفيش حاجه نخليها تيجي علينا، دي اهم حاجه. نشوف بقى بدائل تانية للشخص ده. ممكن نعرض عليه نقول له انا في اليوم كذا مش فاضي، بس انا عندي مثلا كذا وكذا اليوم ده واليوم ده فاضيين اقدر اجي معاك. وهو اكيد مش موقف حياته عليك، هو عايزك معاه، المشوار بتاعه مش مهم قوي، ممكن يستناك. غير كده فهو عنده 1000 حد تاني ممكن ياخده، او عمره ما هيوقف الحاجه دي عليك. فعادي تقدر تقول له اي بدائل تانية من غير ما تيجي على نفسك. النقطه اللي بعد كده وهي ان معظمنا فاهمين ان لا بتبقى على طلب بس، او على خدمه عزومه حاجات من دي بس. ده لا خالص، لا ممكن تكون على اسلوب او على هزار مش عاجبنا. ما ينفعش تسكت ابدا على اسلوب او هزار مش عاجبك. مثلا هزار يقولوا عليك اصلا هيقولوا عليا فوش قوي وما بقبلش الهزار، لا. لو الاسلوب مش مريحك قول باسلوب حلو، لان انت بقى يجي في دماغك ممكن يكون مش قاصد اللي قدامي. هتقول له ايه؟ لو سمحت ما تقولش كده تاني، الحاجه مضايقاك مثلا، مش بحب الطريقه دي، باسلوب حلو من غير صوت عالي من غير خناق، اسلوب حلو. بعد كده بقى لو الموقف ده اتكرر ساعتها تعرف اللي قدامك ده قاصد، فخلاص بقى تقدر تقطع علاقتك بيه من هنا ويبقى من حقك. النقطه اللي بعد كده بقى وهي انك كل مره تقول فيها لا شخصيتك هتقوى من جوه، هتعرف قد ايه انت فعلا نفسك اهم حاجه. وده مش عيب ان انت تبقى بتفضل نفسك او بتقول لنفسك، بدل ما انت ماشي تقول لده ولده ولده على حساب نفسك كده. فالنقطه دي ساعتها انت هتعرف من جواك شخصيتك هتقوى كده. النقطه بعد كده لازم تبقى عارف ان مهما عملت بقى، لو ايدنا صوابعنا ال10 شمع كده، مستحيل الناس كلها ترضى عننا، مستحيل. انا بقولها بجد يعني. حتى ربنا اللي هو ربنا في ناس مش مؤمنه بيه، يعني في ناس مش مؤمنه بربنا
ربنا عايزينهم يجتمعوا علينا احنا، مستحيل ما ينفعش اصلا. خلوني اخد بق شاي عشان زمانه برد ونرجع تاني. لا، وعلاقتها بالثقه في النفس. عايزه اتكلم في نقطه وعلاقتها بالثقه بالنفس، لان انا قلت قبل كده ان هي بتعتمد على الثقه في النفس قوي. الشخص اللي بيعرف يقول لا ده هو اكتر واحد واثق في نفسه. ليه بقى؟ عارف قيمته، وان مش اي حد من حقه يستنزف طاقته ولا وقته، وان وقته ده هو عارف حاطه فين، وعارف ان مجهوده مهم. ده اكتر حد بجد واثق من نفسه. اللي دايما بيقول عشان يرضي الناس ده بيخسر احترامه لنفسه، واللي حواليه كمان بيخسروا احترامهم ليه على فكره من غير ما ياخدوا بالهم. اللي قدامك بيبقى شايفك دايما متاح حتى لو مش فاضي. ما هي النقطه في حته مش فاضي دي، هما شايفينك دايما متاح. انت امتى ليك وقت لنفسك؟ ده اللي هيجي في دماغهم ساعتها. قيمتك عندهم بتقل من غير ما يحسوا. فلما بتقول لا انت مش بتصد حد، ودايما لا تبقى اسلوب لطيف قلنا، وانت بتقول ساعتها لنفسك ان انت بتحترم نفسك وبتحترم اللي قدامك. عشان كده مش هديك وعد الا وانا قادر انفذه، وانا عارف ان انا اعمله لي. بتاعتي ولا بتاعتي لا. فخلاصه الموضوع هي لا مش كلمه وحشه خالص، ولا معناها قله ذوق. لا، معناها ان انا بحترم نفسي ووقتي ومجهودي، وان انا بحط حدود واضحه مع الناس وما سيبش حد يتخطاها. فافتكر دايما ان رضا ربنا اهم من رضا الناس. ما نسعاش دايما لرضاهم حتى لو على حساب نفسنا او على حساب رضا ربنا، لان دي نقطه برضو ناس كتير ممكن علشان ما يبانوش مش روشين قدام حد يغضبوا ربنا. دي برضو نخلي بالنا منها قوي. فاللي فعلا بيحبك هيقدرك حتى لو قلت لا، هيبقى عارف اكيد الحاجه دي مش مناسباك. فمن النهارده جرب تقول لا لما الحاجه تبقى مش مناسبه ليك، وشوف حياتك هتبقى قد ايه اريح وابسط. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده من جلوينج اب. يا رب يا رب يا رب تكونوا استفدتوا منها حاجه حتى لو بسيطه. لو حابين نتكلم عن حاجه اكتبوا لي، ولو حد حابب يضيف حاجه يا ريت يقول، خلينا نستفيد من بعض. وبس كده، سلام.